السلام عليكم، تحياتي للمشاهدين الكرام. مدرب المنتخب الوطني المغربي باقي في المنصب ديالو، لا هو ولا الطاقم التقني ديالو جميعا، وحاليا راهم عاكفين وكيوجدوا المقابلات الوديات اللي عندنا في شهر 3. كاين جوج ديال المقابلات وديين، كاين المغرب ضد الاكوادور غادي تلعبوا في بلد اسبانيا والملعب الميترو بوليناتو يوم 27 كما قلنا مارس. يعني غادي تكون المغرب والاكوادور ماتش زوين صراحه. وبالنسبه للمقابله الثانيه 31 مارس الباراغواي والمغرب في لونس فرنسا. يعني راه ما موجدش شي ماتشات وديين هنا في المغرب، كلهم غيتلعبوا وحده في اسبانيا وحده في فرنسا. نظرا هذا التحول اللي ديال هاد الماتشات يتلعبوا في اوروبا، نظرا صراحه للجرح العميق اللي مازال الشعب المغربي من طنجة القويره كيحس به في ديك النهايه ديال كاس افريقيا، ماشي النهايه، ديك الشمته ديال الكاس اللي مشى ما بين يدين المنتخب الوطني المغربي. وكان المدرب كيتحمل ازيد من 60% صراحه ديال المسؤوليه، اللي بان على الضعف ديالو، ضعف كبير وخطير صراحه، ضعف كبير وخطير. ودابا خاف يدير ماتشات وديين هنا داخل ارض الوطن، خاف من ردة الجمهور عليه غتكون سلبيه صراحه. راه ما كانش اللي غادي يشكرو، ما كاين غير الكلمات السلبيه، كما وقع له ديك نهاريات في المطعم في الرباط منين دخل يفطر ولا هذا، ووقع في ملاسنه مع ذاك مول المطعم على الجرح العميق اللي كيحسوا به المغاربه من طنجة للقويره. يعني هو الا كان دار انجاز في قطر وفرح 40 مليون ديال المغرب وفرح 40 مليون ديال الشعب المغربي، فهاد كاس افريقيا دار في اخطاء عده ودار جرح عميق للشعب المغربي. وصراحه داك الجرح اللي دار خلى القلوب المغاربه لحد الساعه مازال اللي كتفكر ديك النهايه كتبقى تنزف بالدم. هذا هو المشكل، علاش عزل يدير ماتشات في اوروبا وما يديرهمش في المغرب. على اي حنا وطنيين وكنبغيو البلاد ديالنا، وكنتمناو من الله سبحانه وتعالى الجامعه تكون عندها واحد البصيره انه دوك المساعدين ديالو راهم ضعافين الشخصيه، هما كيشوفوه كيخربق بعض المرات وكيمشيو معاه. حنا بغينا الخوت مساعدين مدرب يكونوا عندهم نظره ثاقبه في الماتشات، يكونوا عندهم قيمه، يكونوا عندهم الحس ديال التدريب عالي، ما يكونوش غير اللي قالها وليد يقولوا مرحبا، لا، حتى هما يكون عندهم واحد القيمه وواحد الراي باش يصلحوا له دوك الاخطاء اللي تيدير، باش يكونوا واقعيين بان على الاخطاء ديالو. الا كان المدرب ديال جنوب افريقيا في كاس افريقيا ديال كوت ديفوار قال لهم وليد عنده غير خطه وحده وانا غنربحوا، وبالفعل قصانا وربحنا، فلهذا خصنا مدربين اخرين اللي يزيدوا خطط اخرى، يزيد يتعلم، لان كيبان المدرب مازال خاصو يزيد يتمرس في التدريب بالنسبه للمنتخبات ستوب، او مثلا يشوفوا لنا مدرب عالمي. يعني المنتخب ديالنا الوطني المغربي ولا كبر مع هاد الاداره التقنيه كامله ديال الوالد والمساعدين ديالو، يعني ولاو هما كبر منه. خاص مدرب يكون كبير اللي يمشي المنتخب في هاد كاس العالم اللي جاي، ونكونوا عند حسن الظن ديال سيدنا الله ينصرو، ونكونوا عند حسن الظن ديال 40 مليون ديال البشر، ونحاولوا نمسحوا داك الجرح العميق اللي دارنا في القلب بانجازات كبيره في المونديال اللي جايه ان شاء الله الرحمن الرحيم. وبالتوفيق للمنتخب الوطني المغربي. وما تنساوش الخوت انه كيبقاو ولاد البلاد كاملين، كما بغى يكون الحال كيبقاو ولاد البلاد كاملين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. قطعي فاطمه زهراء.